الوسواس القهري ال OCD Obsessive Compulsive Disorder من أسوأ الأمراض النفسية، لأنه دايما بيخلي صاحبه دماغه دايما شغالة فيها سيل من الأفكار الغير منطقية، والمشكلة إنه هو مؤمن إن هي غير منطقية تماما، بس مش عارف يواجهها، مش عارف يعمل معاها إيه. دايما في أفكار في دماغه وأفكار قهرية، عشان كده تسمى وسواس قهري. دايما بتقهرك، انت مش قادر تتعامل معاها، بتبقى من جواك عارف ان هي افكار مش منطقية بس مش عارف تتعامل. بالظبط زي مثلا اللي عنده وسواس قهري في النظافة، اللي هو دايما عاوز يغسل ايديه، هنا في ميكروبات، لا ده انا مسكت حاجة، ده كده انا ممكن اتأذي، انا ممكن يجيلي كانسر، ممكن يجيلي مرض كذا، فاقوم اغسل ايديا. فتلاقي الفكرة هو عارف ان هي مش منطقية، اكيد انا مش هيجيلي كانسر مثلا من ان انا لمست باب او عملت حاجة، بس انا مش قادر يقاومها. فبيعمل ايه؟ بيروح يغسل ايديه، اللي هو السلوك. هو مقتنع ان هو كده يتجنب الفكرة، بس الفكرة بتزداد تاني. مريض الوسواس عايش في سايكل، دايرة، فكرة بتجيله فبتسبب له ألم فيروح يعمل السلوك، فالسلوك يعزز الفكرة تاني، فالفكرة تجيله فتسبب ألم فيعمل سلوك، ويفضل عايش في السايكل دي مش عارف يهرب منها. احنا كأشخاص طبيعيين بتجيلنا أفكار غير منطقية، يعني مثلا تكون واقف على برج يجيلك فكرة نط من على البرج، بس دماغنا بتفرز قصادها مادة تخمل الفكرة دي ان ايه يا عم ده فكرة غير منطقية خالص سيبك منها وتكون سليم. الشخص اللي عنده وسواس قهري المادة دي ما بتبقاش عنده، بتجيله الفكرة فما عندوش المادة اللي بتعمل لها خمول، فبيفضل يفكر فيها لحد ما يعمل سلوك. مش شرط السلوك انه ينط من على البرج، بس يعمل اي سلوك يقدر يخمد الفكرة دي جواه. فعلشان كده مريض الوسواس القهري دايما بيعاني، ومش علاجه ان هو اللجوء لربنا زي ما ناس كتير متخيلة. اللجوء لربنا جزء من العلاج بس مش الاساس، لانه هو اوريدي لما بيروح يلجأ لربنا هو عنده وسواس وهو بيصلي، يعني هو حتى وهو بيصلي في وسواس، هو انا اتوضيت صح ولا غلط، طب انا في الركعة الكام. فعشان كده مريض الوسواس القهري لازم يزور طبيب نفسي.